بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليا بس تصريح على ردا على الكابتن حسام حسن مدير فني منتخب مصر اللي قاله بعد الماتش اللي احنا كسبناه بالانتياد ده اللي هو بتاع اوزبكستان ولا اوزبكستان اللي بيقول لك احنا بنفوق واحنا ما عندناش لعيبه، احنا بنلعب باتنين محترفين وربع. طب مين الربع يا عم؟ ده مصطفى محمد. مصطفى محمد اللي بيلعب في اقوى فايف توب ليفل في العالم، واحد من اقوى ثلاث اربع دوريات في العالم، دوري فرنسي. المهاجم التاني النانت بعد ما كان المهاجم الاول وهداف الفريق، بتقول عليه ربع محترف. اخر ما تبقى من عمرو زكي ونكهة عمرو زكي ربنا يشفيه ويعافيه، بتقول عليه ربع محترف. طيب، اسامه فيصل ده مهاجم. طيب، محمد هاني ده باك يمين. طيب، مروان عثمان ده بتاع سيراميكا بلاي ميكر احسن من ناصر ماهر. كل ما حد يكلمك احسن حسن تيجي تقول لك اداره عليا واداره سياسيه هي اللي جابتني وبتاع. ماشي، ما هو الرئيس قال لك ايه؟ قال لك لو ما دام النتائج هي يبقى نجيبوا مدرب مصري احسن، فجابوا حسام البدري. حسام البدري ما عملش نتائج فمشى. فما تفتكرش نفسك ان انت اكبر من اي حد في الاراده السياسيه. ماشي، هو انت جايب اراده سياسيه والرئيس قال هاتوا حد مصري يمسك المنتخب، بس الامم المصري ده مش هيعمل نتائج وهيضيعنا وهيلبسنا اسود ثلاثات واربعات في كاس الامم. لا، اروح احسن يا بيه. انما عشان تيجي تقول لي على مصطفى محمد ربع محترف، يا اسطى اقسم بدين الله، اقسم بدين الله اللي بيحطينك اساطير وحاطينك، اقسم بالله انا ما كنت شايفك مهاجم. انا عن نفسي اقسم بالله، اقسم بالله احمد الكاس ورب المعبود جمال عبد الحميد والمصحف الشنقار بتاعهم برقبتك انت. اقسم بالله كمان مره وعيد ازيدك من الشعر بيت احمد فتحي برقبه اخوك، عشان برضه اكون ناصف في اللي انا بقوله. روح يابا، قبل ما تتكلم ذاكر الكلام، يا اما شوف انت عايز تتعالج. لما تيجي تقول انت داخل خلاص كاس وتصفية كاس عالم وتقول على المهاجم الاساسي بتاعك ربع محترف، يبقى انت عايز تتعالج صدقني. روح يابا شوف دكتور، يا اما شوف لك فريق يمسكه وسيب المنتخب ده عشان المنتخب ده مش بتاعك. وصدقني الاراده السياسيه ازاي مش شارك غيرك، اقسم بالله وانا قاعد وانت قاعد انت ما هتصعد كاس عالم ولا هتروح بالفريق ده كاس عالم. شكرا، السلام عليكم.